ده؟ ولا ايه ده؟ ايه الحركه دي؟ قطعت. مش عارف يا جمله من ساعه ما صحيت من النوم عمليه الدنيا بتتنطط وش وزعوا لي سكه. انا مش هشتغل دلوقتي وشفتوني؟ ها؟ شفتوني ولا لا؟ ما بتسقفوش ليه؟ ليه؟ بتسقف فوق صح؟ مردون يا جماعه اتاخرت عليكم، لسه جاي من التصوير حالا دلوقتي. كنت بصور في اخر مشهد من فيلم المعجنه. هيبقى معجنه الموسم الفيلم ده. احكي لكم الحدوته بتاعته بسرعه. عامله فيه دور خدامه. هو فيلم خيال علمي. عامله فيه دور خدامه هيضحك عليا ابن الباشا ويعشمني بالجواز ويسيبني ويخلع. شفت بقى حضرتك؟ ها؟ هضطر اتقبل وحصل في القرب. شوف بقى الاحداث ماشيه ازاي. هيقابلني واد بلطجي اسمه زينهم، هيحبني وهحبه، بس مش هنستمر مع بعضنا لما هيشوفوا فيا. هسيبه واتعرف على راجل عمده، هيحبني برضه وهحبه، بس برضه مش هنستمر مع بعضنا لما هيشوفوا فيا. هسيبه بقى واتعرف على تاجر مخدرات. شفت بقى الاثاره اللي في الفيلم؟ هقلب البودره والبرشام وهقرب منها، بس برضه مش هنستمر مع بعض كتير. عارف ليه؟ هيشوف كفايه. هيسيبني بقى ويخلع ويتجوز واحده تانيه. شوف بقى يا باشا، هضطر انتقم من امه. هبلغ عنه البوليس وكفايه على حد كده عشان ما احرقش الفيلم. المهم في اخر الفيلم البوليس هيجي يقبض عليه وهقعد بقى فوق الصخر في مدينه نصر في منظر رومانسي بقى وجنينه بقى. بودعها وخلي سوني تنفع. هلو مين؟ أي فندم؟ مين؟ أي موجودة؟ أقول لها مين؟ طب لحظة مين؟ مش عارف يا مدام تليفون. بلاش مين؟ لا التليفون مش كل الأستاذ اللي مصور لحد دلوقتي. فهمت يا عم؟ هلو ده الموبايل بتاعي ده؟ ده الموبايل بتاعي ده؟ نعم ده مش ولا الموبايل بتاعي ده؟ موبايل. هلو هاي ايه اللي بتسهرك لحد دلوقتي؟ انا مش قلقت تتخانق بدري؟ ايه؟ 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 نفسك ايه؟ تشوفني؟ لا انسى يا رحمن، انسى الموضوع ده خالص. ما اقدرش قدامك سنة عشان اشوف. ما انت عارف يا ساتر عليك يا حوح. طب بس خلاص، طب اسمع يا ساتر، اسمع عندك الصور مع نفسك كده يا شباب. نسيت اعرفكم البودي جارد بتاعي كنت رئيس الحرس ده كله. اخترت من وسط 100 مصارع يا ابو العشر. لو العصابه كانت عايزه تخطفني ما قدرتش عليا خطف القط. بس انا اهو خدتهم قطعتهم وخلصت. مش هسيبه، بس يوميا كان يموت وحش. مش عارف كان واخد ايه ساعتها. ايه الفسفوس اللي طلع لي؟ الفسفوس ده حصل على الحزام البرتقالي في الكونغ فو. رب الله يقوم. ايه ده؟ اشتغل بعض.
واليوم حتى كاراتيه. ها ايش هسه واليوم العشرة بلاش او بلاش بس واليوم الحمر بس تعال خلاص هاتي بقى يلا بقى تحرك شوية يلا اتحرك انت عيب معايا كده ما تبقاش بالله احب العيب كده ما تبقاش مش زي ما حد تقعد يلا هناك يلا يا سوق لا خليك رشيق يلا في هنتكلم بصراحة في حوار صغير جدا صراحة يا رحمن بنتكلم بصراحة فاهمني حاجة؟ لا يا رحمن انت فاهم ايه؟ صراحة وراحة انا عندي فلوس لو قعدت عليها حصل السقف تقول لي صراحة؟ ده انا ثورة قومية يا رحمن ده انا الهرم الرابع في مصر الهرم الرابع في مصر ازاي يعني ايه؟ يعني خوف وخفرع عنقرة امراض استنى بقى فين المخرج فين قلت لي انساش طبعا تديله ظرف بتاعه ومصورين ومكان واحد 3 تقريبا احنا 10 اديله النظر في الصغير هذا هو بقى سنجفون بقى كلوزات احب كلوزات والتاني اسمها ايه؟ وبروفيلات كلوزات وبروفيلات بس الكلوزات عايزاها بقى كرانيش يلا هتفهم ولا اقول؟ كلوزات عايزاها فين؟ كرانيش يلا سيداتي وحلقة جديدة عن حوار ظريف جدا وفي حلقة النهارده أنا كنت الرأس الشرقي وأنا عاشق مصر الأولى للفنانة فيفي عقبة. أهلا بيك يا مدام. أهلا يا رحمن. مدام فيفي إيه مشاريعك بعد النجاح الصاحب اللي حققه فيلمك الأخير شبه شعر شبه؟ الحاجة أنا بصور دلوقتي فيلم اديني في كسكتة وده فيلم كوميدي على فراشة على أصالة على أقدار على رعب عم فيه فتاة ليه؟ إنما اوعى هيعجب الشباب أوي لا بيأتي بيكم في العيد ده بالنسبة للتمثيل وبالنسبة للرقص هفتح مصنع في العاشر من رمضان اسمع السادات لأنه طلع لحد دلوقتي إن إحنا بنقفل السادات هنا في مصر يا باشا ما بنسمعش وده عيب ده إحنا بلد صناعية المفروض رجال الصناعة يهتموا بالسادات وبالنسبة للتلوث البيئة فعلا البيئة ملوثة زي ما الحكومة بتقول إلى أن بيجي لي زبون يتفق معايا على الشغل على ما الشغل تستفيد البيئة يبدأ يهدف وإيده تبدأ عايزة تلوش أعرف إن البيئة بتلوث في ممكن ناخد مبدئك في الحياة مبدئي ومبدأ واحد يا رحمة أنا كل مبادئ والحقيقة في مبدأ أنا بحبه وماشي عليه طول عمري ده سبب نجاحي وشهرتي إيه هو؟ اللي هو معرفة الرجال كنوز ويا ترى إيه أكتر حاجة تكرهيها؟ نعم إيه أكتر حاجة تكرهيها؟ أكره كلمة تتقال ما عندهاش عايز أشتغل أنا صريح أقفش أهم شيء أقفش أبدأني تكلمني ده شعاري حضرتك اشتغلتي بالملابس القصيرة يا ترى ايه السبب؟ أنا فعلا اشتغلت بالملابس القصيرة أنا ما أحبش أخلي حاجة على قموشي كل حاجة في المواقع صريحة على فكرة بمناسبة الجمهور في سؤال جاي من أحد السادة المشاهدين للبرنامج أيوه بيقول إن حضرتك في صوتك بحة جميلة أوي ما فكرتيش تغني؟ سلام ما أنا عارف إن صوتك بحة أحسن من بحة أم كلثوم من غير غرور بس ما أقدرش أغني ليه؟ لأن صوت الله عورة بيسمع مزيكا؟ الحقيقة أنا بسمع أغاني أجنبي لا بسمع أجنبي بس غني زي إيه؟ لا بشكي لا بشكي فبيناكم
بتاع المساعدات. أنصح أي حد عايز ياكل يسمع على تشكيل لذيذ. بالمناسبة أحب الأكلات. أنا بنتي بقى مش هقول لك بقى إن أنا جونتي وجونتي، أنا أحب آكل وأحب المعجنة بتاعت الأكل. بس بقى الحقيقة إن أنا ذاتية ما أخدش إلا الكفتة والطرب والسجق والفتة باللحمة بالبصل بالمعجنة اللي تعرشها دي. أحب الآلات الموسيقية وأذن الفنانة صوفها آلات النفخ. أحب الملحنين. نعم أحب الملحنين. أحب الملحن كمال الطويل. أحب المخرجين طارق العريان. يا ترى مين مثلك الأعلى؟ سمير صبري. حوار صريح جدا. اسمح لي البرنامج بسؤال شخصي؟ نعم سؤال شخصي. أيوه. اتجوزت كم مرة؟ مش كتير. لو هم بيقولوا ده مش شرعي وأربعة عرفي وستة بيزنس وتكون يا باب الخواطر كده حلالي بس. بعد ما الاسم وصل للنجومية، إيه أملك تحققيه في السينما المصرية؟ أملي بقى نحن نرتقي بقى بالسينما المصرية بقى، عايزين نرتقي بقى بالسينما بقى عشان نحقق بقى يعني الرياضة. عايزين نحقق الرياضة. كنت راسي مش مريح أوي. كنت راسي معاك. كنت أنا موجود في ما خدتش بالي من السؤال. تعرف الفنان مش ممكن يوصل الفنان ده يبقى عايش. أكيد. إيه رأي حضرتك في مشكلة صوت الأذواق؟ مشكلة بتهدد العالم كله. أيوه. خلاص كده. سبحان فاني صوت الجمع مجدو كلنا يا بابا عندنا سوق بيت. أقول لك سوق في الأذن دي سوق في الأذن كلنا ده أيوة أهو سوق حضرتك كلنا يا بابا دي الأذن. أنا بقول سوق الأذن. هو بقى كده السؤال عشان ما تاخدنيش. انت عايز رايي صراحه؟ الدوله حرام العمل العمل السوري. ربنا مش هيسامح على ما يصلح ربنا الواقع. يحكم الله في المسلم قولي كده اقول له صراحه يعني مش ملهاش في نهاية اللقاء شكرا ليكي وقبل ما ننهي البرنامج بنقول تبرعت تبعتيه لأحد أصدقائك لمين وتقولي له إيه؟ السؤال التقليدي تبرعت عنه فكرة الجماهير. نونا سوري بقى اللي كانت نجم الجماهير دلوقتي خلاص يا نونا راحت علينا يا رحمن. أنا دلوقتي بقيت راحت الموت. أنا بقول لك بيني وبينك على الهوا أهو. استناني. وشرطنا تعملوهم من والله دول مفيش داعي منهم عشان احنا عايشين وقت كويس. وما تتنططيش عليا يا نونا وما تتعديهاش. ايه حضرتك يا احمد؟ ايه مش دول هوا صريح؟ ما هو ده صريح. وما تتنططيش عليا يا احمد عطوني فكرة الميزة. يا بابا مالك هربان. نونا انا ما بجيبش المصريين رحمامة. امي اللي بيت ورايا. نونا انا ما بروحش على نونا. نونا مش عارف يمسك عليها زي الرحمامة وإذا فضل يمسك الرجالة هتقول يا فاتن في النهار. شكرا وإلى اللقاء.